إن الحضارة المصرية تعتبر من أعظم وأرقى الحضارات في العالم، وذلك لما خلفته لنا من حضارة عظيمة مترامية الأطراف. وتعتبر كل فترة من فترات التاريخ المصري القديم فترة لها مميزاتها وخصائصها التي تميزت بها. الحرفيون في مصر القديمة كانوا يعتبرون اجتماعيا متفوقين في فنونهم، وكانت المرأة تشارك في النسيج وصناعة الفخار وصناعة العطور والخبز والتطريز. وكان الفن المصري القديم ذو مكانة عالية بين الفنون على مستوى العالم القديم، واتصف بالقوة الكامنة في التصميم. وقام المصريون القدماء بصناعة الأواني الفخارية، حيث نقشوا عليها الرسوم والمناظر الجميلة. الأستراكة هي قطعة صغيرة من الفخار المحروق، وهي مواد رخيصة استخدمها القدماء في الكتابة والرسم بدلا من أوراق البردي، وكانت سائدة بين الفقراء والمجتمعات العمالية مثل النحاتين والفنانين في مدينة العمال التي تعرف اليوم باسم دير المدينة في البر الغربي لمدينة الأقصر. وصنع المصريون القدماء ملابسهم من الكتان، حيث كان النساء يغزلونها مستخدمين الأنوال اليدوية. وقام المصريون القدماء أيضا بدبغ الجلود، وصنعوا منها أغطية المقاعد والوسائد والنعال.